السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. فيديو النهاردة هنتكلم عن موعد مباراة بوركينا فاسو أمام جمهورية أفريقيا الوسطى ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس أفريقيا للمحليين، الشان، تنزانيا، أوغندا وكينيا. هنتكلم عن هذه المباراة، موعد المباراة والقنوات الناقلة. كمان هكلمك كده عن موقف المنتخبين بعد انتهاء الجولة الأولى لمنتخب بوركينا فاسو مع بداية الجولة الأولى لمنتخب جمهورية أفريقيا الوسطى. المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الثانية، معاهم كمان منتخب تنزانيا، موريتانيا ومدغشقر. الجولة الأولى بوركينا فاسو خسرت 2-0 أمام تنزانيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى لأول مرة هتشارك لأن المجموعة فيها 5 منتخبات. بما إن المجموعة فيها 5 منتخبات، كل منتخب في كل جولة بيكون راحة. طبعا منتخب موريتانيا في الجولة الأولى أمام مدغشقر تعادل سلبي بدون أهداف. منتخب بوركينا فاسو بيبحث عن الفوز الأول في الجولة الثانية ليه. منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى بيبحث برضو عن الظهور الجيد أمام بوركينا فاسو خلال الجولة الأولى. هذه المباراة هتكون الأربعاء 6/8 الساعة 5 بتوقيت مصر، 4 بتوقيت السودان، 3 بتوقيت المغرب والجزائر، الساعة 2 ظهرا بتوقيت موريتانيا. القنوات الناقلة قنوات BN سبورت 6. معلق هذه المباراة الكابتن نوفا الباشي. توقعاتكم يا شباب، ايه اللي ممكن يحصل من نتائج لقاء بوركينا فاسو امام جمهورية افريقيا الوسطى؟ والجدير بالذكر ان شاء الله اليوم ايضا منتخب موريتانيا امام تنزانيا، وهيكون بعد هذه المباراة. عايزك بقى تتوقع معايا من الاقرب للفوز. توقع معايا نتيجة مباراة اليوم. ومنتخب مدغشقر النهارده مش هيلعب، هيكون باي. في النهاية بشكر اخواتي واصدقائي على المتابعة، جاي بشكرك جدا جدا من قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.